ليه زبون المحل زبونك بيسيبك أول ما يتعود عليه؟ مرات كتير بنلاقي زبايننا اللي بقالهم فترة معانا بيسيبونا وبيروحوا لغيرنا. هل مرة من المرات سألت نفسك ليه؟ هقولك يا صديقي، أخطر لحظة في أي مشروع مش لما الزبون يزعل، لكن لما يتعود عليك. إيه؟ يعني إيه ده؟ هقولك إيه خطر التعود ده؟ صحاب المشاريع فاكرين إن التعود حاجة كويسة، بس في البيزنس التعود ليه وجه تاني خطر جدا. التعود معناه إن الدماغ قال أنا فهمت كل حاجة هنا، وكل مرة بلاقي نفس الوضع، مفيش جديد. وأول ما الإحساس ده بيحصل عند العميل بيبدأ يدور على إحساس جديد بره. في البداية الزبون بيجيلك لأنه متحمس، عنده فضول، شايف حاجة مختلفة. بعد شوية بقى عارف كل حاجة ومتعود على كل حاجة، مفيش مفاجأة، مفيش إحساس جديد. ساعتها ما بيزعلش منك، هو بس بيفقد الانبهار. المشكلة مش في الخدمة، المشكلة في اختفاء الإحساس الأول. في السوق اللي بيكسب مش اللي يرضي الزبون، اللي بيكسب هو اللي يخلي الزبون ما يتعودش عليه أبدا، ويخليه يجيله متحمس كل مرة أكتر من المرة اللي قبلها. عشان كده دايما بقولك فكر بره البوكس تسبق كل الناس. تحياتي ليكم جميعا، إبراهيم النفاعي، والسلام.